لكن كشرح اكاديميك من ناحيه وجهه نظر اكاديميك يعني شغاله زي الفل ومفهوم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حيث الكورس كونتنتس تمام، كفر السبجكت كويس والكونسبت بتاعتها تمام، الانستراكتور فوق الممتاز. مش عشان بكلمك والله يا معتز، بس انت كنت راجل كوبرتيف جدا وطريقتك في الشرح مختلفه عن ناس تانية جربتهم برضو. في بس كونسيرن واحد على الميثودولوجي في بعض الحتت. يعني ايه؟ يعني في الناس اللي هي بره المجال وانا منهم ساعات بيبقوا تايهين هنطبق الكلام ده امتى ازاي، بس الحته بتاعت الميثودولوجي. لكن غير كده ما شاء الله كله كان تمام. حلو جدا. طب وهل الموضوع هتطبق ده امتى؟ لسه برضه الكونسيرن ده قائم؟ ما هو بقى ده انا بقوله على الملأ عشان لو كان عندي انا تقصير مني انا، عشان ما غطيتش معظم الاكتيفيتيز باساينمنتس او ببراكتسنج يعني عالي زي الهاكر رانكس وكده، ما اشتغلتش عليهم كتير. فممكن يكون عندي انا يعني كونتريبيوشن اكتر في الحته دي. فلو الناس ما عندهاش نفس الكونسيرن ده يبقى بتاعي انا بس. لو في عند حد تاني يبقى ممكن يكون الموضوع خاضع برضه للتطبيق ده، لسه ما ظهرش قوي. طب بالنسبه للتطبيق، يعني بالنسبه للمواضيع اللي قبل الاوتوميشن كانت كلها شغاله ببروجكت صح؟ بالظبط. قصدك كده تمام. على الاوتوميشن بس ولا على كله؟ قصدي على الاوتوميشن. الحته اللي دخلنا بقى في حته التستنج ان جي اه والجزء بتاع الكامبر واجمعهم مع بعض، بحيث ان انا هعمل كده امتى. لما كلمتك برضه في اثناء السيشنز على ده قرار مثلا البرودكت اونر ولا قرار التيم مع بعضه بيتاخد ازاي، السيستم او الايكو سيستم ده انا مش عارفه لان انا بره المجال فمش عارفها بتتجاب ازاي. لكن كشرح اكاديميك من ناحيه وجهه نظر اكاديميك يعني شغاله زي الفل ومفهوم تمام.